الرحيم. الأستاذة مرغد أمينة، مسؤولة ميدان علوم الطبيعة والحياة بجامعة محمد الشريف مساعدية سوق هراس. الميدان باللغة الأجنبية هو Sciences de la Nature et de la Vie. كلية علوم الطبيعة والحياة تضمن للطلبة لأبنائنا المتخرجين المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا تكوين في هذا الميدان، وتضمن لهم تكوينا متناسقا بما يكافئ مستواهم المتحصل عليه في شهادة البكالوريا. هذا الميدان يتفرع إلى 4 شعب رئيسية، هي شعبة العلوم البيولوجية، شعبة البيئة، وشعبة علوم الهيدروبيولوجيا البحرية والقارية، وشعبة علوم الزراعة. 3 شعب يتم دراستها في القطب الرئيسي بمدينة سوق هراس، والشعبة الثالثة اللي هي العلوم الزراعية يتم التدريس في قطب طاورة الذي يتكفل به معهد علوم الزراعة والبيطرة. بالنسبة للشعب التي تتكفل كلية علوم الطبيعة والحياة بتكوينها وبتدريسها للطلبة، هناك الشعبة الأكثر استقطابا للطلبة وهي شعبة العلوم البيولوجية، وهذه الشعبة تنقسم إلى عدة تخصصات في الماستر، في الليسانس أولا ثم في الماستر، وتضمن الكلية والحمد لله إلى حد الساعة إذن 5 تخصصات في الليسانس بما يقابلها 5 تخصصات في الماستر، اللي هي أولا الطالب عندما يتكفل به في كلية علوم الطبيعة والحياة يمضي معنا سنة أولى اللي هو جذع مشترك علوم الطبيعة والحياة، ثم يتدرج نحو الشعبة الأولى على حسب المعدل المتحصل عليه في السنة الأولى وعلى حسب الترتيب وبطاقة الرغبات التي يملؤها الطالب في السنة الأولى. إذن يمكن للطالب أن يحول إلى أو يوجه إلى الشعبة الأولى اللي هي علوم بيولوجية، أو الشعبة الثانية علوم البيئة، والشعبة الثانية هيدروبيولوجيا مائية بحرية وقارية. إذا كان الطالب توجه نحو شعبة علوم البيولوجية فيمكنه في السنة الثالثة اختيار أحد التخصصات اعتمادا على المعدل المتحصل عليه في السنة الثانية، إما ليسانس بيوكيمياء، ليسانس ميكروبيولوجيا، ليسانس علوم حياة
السلام عليكم. الأستاذ قزقوز نور الدين، أستاذ بكلية علوم الطبيعة والحياة، مسؤول شعبة هيدروبيولوجيا بحرية وقارية. هذه الشعبة التي هي إحدى الشعب المتوفر عليها ميدان علوم الطبيعة والحياة في جامعة محمد شريف مسعدية سوق هراس، بادئا ببدء هي تتربع على مجموعة من الأساتذة ذوي المصاف العالي في التعليم العالي وذوي خبرة وكفاءة. هذه الشعبة هي عبارة عن إحدى الشعب التي تميز كلية علوم الطبيعة والحياة في جامعة محمد شريف سوق هراس، والتي تتكون على مسار تعليمي كامل في الطور الأول والثاني والثالث، حيث أن الطالب عندما يلتحق بهذه الشعبة له الفرصة أن يزاول تعليم الليسانس والماستر وحتى التخصص في الدكتوراه على المستوى ذات الكلية دون تغيير المسار. الشعبة هي عبارة عن يلتحق بها الطالب بعد النجاح في السنة الأولى جدع مشترك علوم بيولوجية. الشعبة فيها سنة ثانية، وفي السنة الثالثة هناك ليسانس بيولوجيا وبيئة الأوساط المائية، بالإضافة إلى تخصصين في الماستر. الماستر الأول هو ماستر أكاديمي أنظمة بيئية مائية، والماستر الثاني هو ماستر مهني تربية المائيات. هذا المولود الجديد الذي نهدف من خلاله إلى ترقية التكوين في الجامعة من خلال هذا النوع التخصص المهني الذي يسعى إلى توفير فرص عمل جديدة في المنطقة، خاصة أن الولاية هي عبارة عن ولاية حدودية وتوفر على موارد مائية. فيما يخص قبل التطرق إلى التكوين نتحدث عن مجالات فرص العمل المتاحة في هذا التكوين. فيما يخص هذا التكوين يكون لدينا عدة قطاعات، منها قطاع الموارد المائية من خلال إدارة الموارد المائية أو الحدائق الوطنية، الديوان الوطني للتطهير، الجزائرية للمياه، وكالة السدود، إضافة إلى التعليم والمستشفيات عن طريق التوظيف كبيولوجي مخبري، بالإضافة إلى مديرية الفلاحة والصيد البحري التي توفر مناصب شغل للمتخرجين من هذا التكوين. الشعبة قلنا تتكون من ليسانس أكاديمي إضافة إلى ماستر مهني وماستر أكاديمي. يمكن الطالب الانتقال بعد الحصول على مجموعة من النقاط والتي يتكون منها هذا التكوين، بالإضافة إلى بعض المواد الأساسية التي تفتح له فرص التكوين في عدة مجالات. والسلام عليكم. السلام عليكم، أنا الأستاذة ورفة نجاة، مسؤولة شعبة علوم البيولوجية. أتقدم في البداية بتقديم نبذة عن شعبة العلوم البيولوجية. يمكن تعريف هذه الشعبة على أنها أحد العلوم الطبيعية التي تهتم بدراسة الحياة، وهي فرع من فروع العلوم المختصة بدراسة النباتات والحيوانات وجميع الكائنات الحية الدقيقة. لذلك فإن الهدف منها هو التعرف على طبيعة حياة تلك الكائنات من حيث بنيتها، وظائفها الحيوية، نموها، كيفية تكاثرها، توزيعها، تطورها، وتفاعلها مع وسطها الطبيعي. بالنسبة لشروط الالتحاق بشعبة العلوم البيولوجية هنالك 3 شروط: أولها معدل الطالب، ثانيا رغبة الطالب، ثالثا عدد الأماكن البيداغوجية المحددة للشعبة. فيما يخص تخصصات الليسانس المتفرعة من شعبة العلوم البيولوجية هنالك 4 تخصصات ليسانس. أولا ليسانس كيمياء حيوية، ليسانس بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان، ليسانس بيولوجيا وفيزيولوجيا النبات، ليسانس علم الأحياء الدقيقة. بالنسبة لتخصصات الماستر هنالك أيضا 4 تخصصات ماستر. أولا ماستر كيمياء حيوية، ماستر علم السموم البيئية للحيوان، ماستر بيولوجيا النبات والبيئة، وماستر في الميكروبيولوجيا. فيما يخص مجالات العمل في تخصصات شعبة العلوم البيولوجية يمكننا ذكر مجال صناعة الأدوية، مجال الصناعات الغذائية مثل التعليب، الحلويات، المشروبات، اللحوم ومشتقاتها إلى آخره. مجال العمل في مخابر التحاليل الطبية، مخابر مراقبة الجودة ومنع الاحتيال، مخابر ومكاتب النظافة، منظمات التخزين وحفظ الأدوية والأغذية، مخابر مستحضرات التجميل، هيئات البيئة، التعليم والبحث العلمي. شكرا والسلام عليكم.